يسعى متصدر الدوري الإسباني برشلونة لقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري عندما يستضيف أوساسونا على ملعب الكامب نو. تفاصيل أوفى في تقرير باسل طبال. 3 أيام بعد فوز كبير على بيتيس يستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا في الكامب نو. الضيف يحتل المركز الثامن ويصب كل تركيزه على نهائي الكأس يوم السبت المقبل في مواجهة ريال مدريد الذي أيضا يفكر بالكأس ودوري الأبطال. من تريد أن يفوز بنهائي الكأس؟ من تعتقد أنني أريد أن يفوز؟ لن أرد على السؤال. ولا أنا أعرف. لا أعرف. تشافي يستعيد الجميع باستثناء سيرجي روبرتو المصاب بانتظار إن كان سيشارك ديمبلي أساسيا هذه المرة أم لا. برشلونة يريد أن يودع جمهور الكامب نو قبل الانتقال إلى مونجويك ب3 انتصارات في المباريات المتبقية في الملعب. منذ شهر يناير حتى الآن أنا أستمتع كثيرا في منصبي كمدرب لبرشلونة. قبل ذلك كانت هناك معاناة كبيرة، لكن هذا جزء من التأقلم والتطور وإقناع اللاعبين أننا نسير بشكل جيد. لم يكن مهمة سهلة. لامين جمال يستمر في خوض التدريبات مع الفريق الأول بعد مشاركته التاريخية أمام بيتيس، ويدخل لائحة المدعوين للمرة الرابعة على التوالي. بنزيما أشعل المنافسة على لقب الهداف بتسجيله ثلاثية أمام ألميريا. رد عليه ليفاندوفسكي بهدف على بيتيس. تقلص الفارق ل2 فقط والمنافسة ستبقى بينهما حتى نهاية الموسم. ليفا يتمتع بثقة كبيرة وهو لاعب ناضج، وهذا يؤثر إيجابا على الفريق. وفي آخر مباراتين كان أداء روبرت أفضل وموسمه ممتاز بشكل عام. تير شتيغن احتفل هذا الأسبوع بعامه 31 وبرقم قياسي جديد في الحفاظ على نظافة شباكه في الليغا في 24 مباراة قبل 6 جولات من النهاية، وهذا الرقم مرشح للزيادة. ريال مدريد وأوساسونا يفكران أكثر في نهائي الكأس يوم السبت، وهذه الجولة قد تكون مثالية لبرشلونة إذا خدمته النتائج، ويصبح بإمكان الفريق أن يحسم الليغا لمصلحته في ملعب إسبانيول الجار الذي يواجه شبح الهبوط. باسل طبال، بين سبورتس، برشلونة. يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في مباراة متباينة الأهمية بالنسبة للفريقين. أصحاب الأرض يبحثون عن النقاط الثلاث للبقاء في رباعي دوري الأبطال والبقاء في مأمن من تهديد فياريال، في حين يمتلك ريال مدريد أولويات غير أولويات الفريق الباسكي. يقربنا منها جمال جبلي أكثر في التقرير التالي. إذا كان الحضور فعليا في أنويتا فإن قلب وعقل ريال مدريد في المباراتين المقبلتين واللتان ستحددان موسمه، نهائي كأس الملك ضد أوساسونا ونصف نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي. لكن ومع ذلك مباراة الغد مهمة لريال مدريد فيما تبقى من الليغا. مباراة تتطلب الكثير، خصوصا أننا سنلعب ضد فريق جيد ولدينا بعض الغيابات، البعض للإصابة وآخران معاقبان. فالفيردي علينا أن نرى كيف هي حالته، تدرب على انفراد. ألابا غير متاح فقد عاد اليوم فقط، ولكن لدينا خبر سعيد حيث يمكن أن يجهز لمباراة السبت. بعد 4 مباريات دون تلقي أي هدف عاد دفاع ريال مدريد إلى شكوكه بتلقي 6 أهداف كاملة في مباراتين. فما أسباب ذلك وما يمكن لأنشيلوتي القيام به لتصحيح الوضع في وقت يحتاج فيه الفريق إلى دفاعه بقدر ما يحتاج إلى هجومه؟ في العادة نغطي دائما على هفوات الدفاع بالجودة العالية التي لدينا في الهجوم، هذا ما يحدث الفارق لصالحنا، لكن لابد من صلابة دفاعية أحيانا تكون لدينا وأحيانا تخوننا. مباراة الغد مهمة وإن كانت أقل أهمية من التي تليها، وعليه المداورة فيها ستكون بسبب الإصابات والعقوبات، ولكن العنصر الأهم في الفريق كريم بنزيما قد يحتاج إلى راحة ليكون جاهزا السبت والثلاثاء المقبلين، أم تراه يحتاج هو الآخر إلى دقائق أكثر؟
سيلعب إن كان جاهزا وليست لديه مشاكل. طبعا اليوم كان متعبا لكنه سيسترجع قواه ليلعب الثلاثاء. لن أقوم بالمداورة هذا الثلاثاء إلا للغيابات الضرورية. في مشروع النادي مستقبلا جار السعي لجلب رأس حربة من طراز عالمي، لكن رغم سن كريم وبالنظر إلى ما يقدمه حاليا لا نفكر في الموضوع، لأن الهجوم يقدم مردودا كبيرا حاليا كما فعل الموسم الماضي.